قبل 4 عقود كان منتخب العراق من بين المنتخبات الأقوى على الساحة العربية، ولعل الكثيرين منا يعلمون أن الرياضيين العراقيين برزوا بشكل كبير في المصارعة وكرة القدم وكرة السلة والجمباز. بالنسبة للجمباز فحقا كان العراق حينها من أقوى المشاركين في هذه الرياضة، ولكن ماذا عن اليوم؟ إلى زمن بعيد تعود أصالة رياضة الجمباز في العراق، ففي عام 1970 كان الجمباز جزءاً من منهاج الكلية العسكرية، وبعدها ب40 عاماً انتقلت عدواها إلى جميع كليات بلاد ما بين النهرين. أنا حبيت هاي اللعبة لأنه لعبة كلش حلوة، هي الجمناستيك وأنا هسه مشارك بها المراكز التدريبية بطولة العراق، وإن شاء الله أحصل على المركز الأول. في السبعينات تم إنشاء الاتحاد العراقي للجمباز، وكانت بطولة العالم في بلغاريا أول محطة دولية. وفي البطولة العربية في الكويت أحرز الوفد العراقي 4 ذهبيات و3 فضيات. وكانت نهاية العصر الذهبي للجمباز العراقي في فترة التسعينيات مع فرض العقوبات الاقتصادية على بغداد. وعاد الجمباز العراقي ليبصر النور من جديد قبل 10 سنوات، مدعوما بجيل شاب يأمل باستعادة أمجاد الماضي، بينما تبرز إلى السطح مشكلة الرياضة العربية بشكل عام، التجهيزات الفنية. أهم المشاكل اللي تواجه الاتحاد اللعبة هي أول شيء القاعة، ثاني شيء المنافسات الخارجية، ثالث شيء الأجهزة والأدوات المساعدة اللي تخدم باللعبة. إذن حلم يؤرق بلاد الرافدين، حلم بالعودة إلى أساطير الأيام الخوالي، ليس كجمباز فقط بل كحضور دولي يدوي صداه في الشرق والغرب.